اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. معاكم مغنى من قناة يوميات مغنى. اللي أول مرة يشوف القناة يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. مش تنسيني بلايك حلو منك، ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي عشان ما يفوتك، هيفوتك كل حاجة. اشتركي في القناة عشان ما يفوتكيش حاجة. يلا بينا نشوف النهاردة جولة ممتعة وهتعجبكم جدا جدا. النهاردة يا جماعة عامله لكم جوله، قلت بقى ما نطلع بقى من المطبخ، ما نطلع من الروتين، نطلع بقى بره كده وتروحوا معايا كده جوله كده وافسحكم شويه. يعني مش لكم نفس يعني ولا ايه؟ تتفسحوا معايا شويه. تعالوا بقى اوريكم حاجات روعه. انا انت فين كده يا ام غنى؟ انا ايه؟ هقول لكم دلوقتي انا فين الاول، عشان بس الايه، عشان اقول لكم على اسعار ومش هنسى. ده يا جماعة كده اكسسوارات ولا بتبيض ولا، يعني اكسسوارات زي الذهب بالظبط. ما تفرق مش ما تفرقش عن ما تفرقش عن الذهب. تمام، ما تفرقش عن الذهب خالص. حاجات روعة. عايزة اقول لكم ان انا سائلة على الاسعار. لقيت الدبلة هناك روعة روعة روعة. التوينز ب150 جنيه والدبلة ب150 جنيه. الخاتم هقيس لكم خاتم دلوقتي ب150 جنيه. هقول لكم كل حاجة بالأسعار. تمام، في حاجات مش هبقى عارفة الأسعار بتاعتها، وفي حاجات تانية هقول لكم على الأسعار. تمام، في حاجات هقول لكم على الأسعار، وفي حاجات ايه، مش عارفة الأسعار بتاعتها يعني، أو نسيت الأسعار بتاعتها يعني، عشان أنا قفلت الصوت يعني، عشان كان معايا ناس ما ينفعش الصوت يعني يظهر. تمام، وبصوا الخاتم ده ب150 جنيه. ب150 جنيه مش يعني مش تفرقي عن الذهب خالص خالص. هنا هطلع فوق كده. طبعا كده خمنوا كده وقولوا انا فين. خمنوا كده وقولوا انت فين يا ام غنى، واكتبوا لي في التعليقات قبل ما اقول. تمام، انا هقول لكم انا فين دلوقتي، بس خمنوا كده وقولوا لي قبل ما اقول. خمنوا كده وقولوا. تمام، بصوا بقى للطقم. هوريكم برضو طقومه جميله جدا. ودي لانجيري. دي لانجيري يا جماعه، لانجيري لانجيري عشان محدش يعيب على اللهجه. بصوا بقى السلسله دي يا جماعه ب180. روعه روعه السلسله اللي انتوا شفتوها دي. جميلة جميلة جدا واكسسوارات في منتهى الروعة. واسعار حلوة على فكرة، مش وحشة، اسعار حلوة. الست اللي هناك اصلا، البنت اللي هناك قالت لي ان مستحيل مستحيل يبيض، مستحيل. دي دهب زي الدهب الصيني كده، اكسسوارات زي الدهب الصيني او الدهب الهندي، زي الدهب الهندي، مستحيل تبيض. تمام، تعالوا بقى هوريكم بقى محل فيه ملابس جميل جدا. كل حاجة هتشوفوها معايا يعني. اي سلسلة يا جماعة ب180. والسويرة ب150. الخاتم السويرة يا ربي ب180. الخاتم ب150. الخاتم ب150. خاتم توينز روعة. تعالوا هنا بقى. الطقم ده كده، ده دخلت كده على محل ملابس. ملابس بقى تنفع بقى الجامعات. تنفع الجامعات يا جماعة، اللي عايز يعني اللي عايز لبس للجامعة، واللي عايز لبس مثلا عايز يجيب من دلوقتي مثلا تصفيات الشتاء دلوقتي الحاجة رخيصة. بصوا هنا ب490 ما نصحكمش ب490 جنيه. اللي معاه بقى فلوس يجي المهم، دلوقتي التيشيرت ده، السويت شيرت ده روعة برضو. بصوا الجاكيت الاحمر ده، حاجات في منتهى الروعة يا جماعة. انا بوريكم الحاجات اللي بتعجبني. بصوا حاجات في منتهى الروعة. بس المحل ده بالذات كان غالي شوية بصراحة، بس حاجته تحفة، حاجته تحفة. من 300 وانت طالعة، من 300 وانت طالعة. بس حاجات تحفة، حاجات جميلة. دي شيميز كده. انا بحط لكم السعر على فكره، انا بصور لكم السعر لو خدتوا بالكم. بعملوا عليه كده ايه، ستوب، بعملوا ستوب كده واعملوا زوم، هتلاقوا السعر. بصوا بقى العبايات دي العباية السمرة دي روعة روعة، عجبتني جدا. اللي عايزة تهدي مامتها بعباية، حاجات جميلة. تعالوا بقى نخش على السواري. انا وريتكم بقى السواري.
تعالوا بقى حاجات بمنتهى الروعة، اللي عندها خطوبة، اللي عندها زفة قصدي اللي عندها خطوبة، اللي عندها فرح، تقدر تروح تجيب بقى ايه فستان سواريه في منتهى الروعة للمحجبات. حاجات روعة 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 ما شاء الله. المحل ده فيه حبة فساتين يا بنات روعة روعة روعة. وده كده كورس، اللي عايزة ايه تلبس كورس عشان تخس. آه انا حطيت لكم برضو، صورت لكم السعر بس الصورة بتجري. انا صورت لكم السعر، بعملوا عليها زوم، بعملوا على السعر زوم هتشوفوا السعر بالظبط. بصوا الفستان ده روعة روعة. اللي عندها مثلا فرح اختها، فرح حد قريبها، تقدر تروح تجيب من هناك. والحاجات على فكرة وحاجات كبيرة، يعني تنفع مقاسات كبيرة، مقاسات عندها مقاسات كبيرة، ومحجبات فساتين في منتهى الروعة. تعالوا بقى للشنط، يا سلام على الشنط. بصوا بقى، بصوا بقى الشنط وجمالها، حاجات روعة. بس انا ما دخلتش المحل ده، انا صورت لكم من بره. وده شنط المدرسة والحضانة والحاجات دي، حاجات روعة اهي، واكسسوارات. محل روعة. انت فين يا ام غنى؟ هنا هقول لكم دلوقتي، انا في جراند مول، في جراند مول. حاجات في منتهى الروعة يا جماعة. يا خلاصي يا خلاصي على الحاجات الجميلة دي. بصوا بقى الحاجات الكيوت دي بتاعت الاطفال. بصوا الكوتشيات، حاجات روعة. وبعدين سواريه، في سواريه وفي زي ما انت تحبي، حاجات روعة روعة روعة. بصوا يا جماعة، دي حاجات ماركة بقى، حاجات نظيفة تمام، حاجات نظيفة روعة. شايفين الجمال؟ احنا سألنا على الكوتش ده كان ب250، الكوتش ده كان ب250 تمام. بتاع البنات اللي هو في لمعة ده، روعة. بصوا الحاجات الكيوت يا خلاصي، دي بقى للأطفال اللي هي لسه ايه يا دوبك بتمشي، فاهمين؟ الحاجات اللي هي ال الشوزات دي، الشوزات دي للأطفال اللي هي يا دوبك بتمشي. بصوا بقى، بصوا بقى دي بقى الشنط للحضانة، الأطفال، شنط أطفال روعة. حاجات كده يعني تحب تبص لها كده من جمالها، ما شاء الله حاجات جميلة. تعالوا بقى اما اوريكم انا جبت ايه. يعني انا ما جبتش من جراند مول، من محل تاني، بس تعالوا بقى اما اوريكم الحاجات اللي انا جبتها. يلا بقى نشوف جبنا ايه. هقول لكم دلوقتي انا جبت ايه من المكان اللي انا كنت فيه. واللي عايز يعرف المكان، اللي عايز يعرف المكان يقول لي، اللي عايز يعرف المكان يقول لي في تعليق، وانا هكتب له المكان بالظبط فين، ويروح يجيب حاجات تحفة 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 وبأرخص الأسعار. يلا بينا. انا ما جبتش حاجات كتير، بس انا جبت حاجات كده هتعجبكم جدا برضه. اول حاجة جبت دي كده، علبة التلاجة دي كبيرة على فكرة اهي، كبيرة، علبة التلاجة دي كبيرة. بصوا وبعدين سهلة الفتح اهي، عجبتني جدا. حط فيها اي حاجة في التلاجة، انا جايباها للجبنة عشان رمضان بقى، ونحط فيها الجبنة، تخزنها في التلاجة، يعني تحطها في التلاجة، قصدي الجبنة لما تيجي تحط الجبنة في التلاجة، انا عايزة لها علبة كبيرة بقى. وممكن تحط فيها اي حاجة، تحط فيها اي حاجة في التلاجة، يعني ايه، تنفع اي حاجة، تخلي فيها مثلا سردين، تخلي فيها فسيخ، تخلي فيها حاجة جميلة جدا. بصوا تحط فيها الخضروات اهي، تحط فيها الخضروات جميلة جدا. يلا بينا على التاني. عجباني قوي العلبة دي، عجباني قوي. يبقى ايه، جبت العلبة دي كده، وجبت دي كده، جبت دي، احنا كده كده هنستعملها اهي. ماشي، عارفين المشة؟ عارفين المشة بتاعت مش ماشية يا جماعة، ده دي بايه، دي بشيل بها الفراخ، بشيل بها الفراخ لما تيجي تقلي بانيه، تحمري بانيه، تحمري فراخ، تحمري حاجة بتشيلي بيها. انا عندي اللي هي السيليكون، السيليكون عندي واحدة سيليكون، بس عيالي بوظوها، عيالي بوظوها. لما يجوا يسخنوا عيش يقوموا يمسكوا بالبتاع السيليكون، باللي هي المسكة السيليكون، فبوظوها خالص. فانا ايه، هستعمل دي كده، جبتها عجبتني جدا جدا. دي على فكرة عملية عن السيليكون كمان،
عمليه عن السيليكون. تمام. دي بالنسبه لايه للمطبخ. انا ما جبتش حاجات كتير زي ما انا قلت لكم. غمضوا عينكم، غمضوا عينكم. بصوا بقى، جبت بقى حاجه انا كنت عايزاها من زمان، يعني حاجه كنت محتاجاها جدا جدا جدا، وفعلا الواحد لما يصبر بيلاقي، يعني بنقول يعني لما يصبر بيلاقي الاحلى والاحلى. انا صبرت، وكنت مفكره في الاسعار الغاليه دي ان انا هلاقيها غاليه. في الاسعار الغاليه دي فكرت ان انا هلاقي حاجه نار. رحت بقى محل يا جماعه روعه روعه، انا ما كنتش متوقعه الاسعار دي نهائي. تعالوا شوفوا بقى، بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الجمال والحلاوه. الفازه دي، الفازه دي جبتها اهي، لونها جميل جدا وشكلها حلو. طبعا انتوا عارفين المكتبه عندي محتاجه حاجات، وقلت لكم هبقى اشتري. ما انا بقالي من فتره كده كنت قايله لكم في فيديو ان انا هجيب حبه حاجات للمكتبه. على فكره مش الحاجات دي بس اللي انا هجيبها، في حاجات تانية هجيبها بس مش دلوقتي. على العيد ان شاء الله هنعمل حاجات كتيره. على العيد هنعمل حاجات حلوه قوي، مفاجآت مفاجآت على العيد. بصوا بقى، جبت لها العطف ده، جبت لها العطف ده، عطف الورد ده. بصوا، بصوا يا جماعه الجمال، بصوا بقى، بصوا الجمال يا جماعه. حاجه كده روعه روعه روعه. بصوا، جبت لها العطف ده كده. بصوا هنحطه كده. ايه رايكم يا جماعه في ذوقي؟ ايه رايكم في ذوقي؟ ايه رايكم في ذوقي؟ حلوه. هحطها بقى على المكتبه ان شاء الله. هنعمل مع بعض روتين هنا في الريسبشن. هعمل معاكم روتين في الريسبشن، وهنفرش كل حاجه مع بعض. الحاجات اللي انا جبتها هفرشها معاكم ونشوفها، يعني هي مش حاجات كتير بس هحطها معاكم وهتشوفوها، هتشوفوها هتغير. بصوا انا جربت، بس انا هعملها لكم مفاجاه. هنعمل يعني روتين الاول مع بعض عشان ايه، احط معاكم كل حاجه، واخد رايكم برضو، واخد رايكم في الحاجه اللي انا هحطها. يعني احطها هنا لسه هوريكم يعني. بصوا حاجه كده روعه الروعه. تمام. انا خايفه لا تتكسر، نحطها زي ما كان. وجبت دي احسن واحده عجبتني، احسن واحده عجبتني دي، اكتر واحده عجبتني. وانا برضك اكتر واحدة عجبتني، اكتر واحده عجبتني الفازه دي. الفازه دي روعه. بصوا يا جماعه، يا عيني على الجمال، هي مضلعه كده، جميله جدا جدا، روعه. والله شريت من هنا كده في زي فيونكه، وجبت لها الورد ده، وجبت لها الورد ده. بصوا بقى، انت هتقول ان الورد ده زي ده، لا، بص ده مختلف عن ده. بص ده مختلف عن ده، بس يعني ايه، هو اللون مقرب لبعضه قوي. انا قلت اما اجيب مش عايزه ايه يعني اعمل الوان، لا انا عايزه الحاجه تكون يعني مهديه كده للعين، يعني تكون ايه، حلوه مش تكون وحشه. يعني مش عايزه بامبي وفوشيا والكلام ده، يعني انا عايزه حاجات الالوان تكون مقربه من بعضيها. انا عايزه الالوان تكون مقربه من بعضيها. بصوا عجبتني دي اكتر كمان. بصوا الجمال، بصوا يعني حاجه روعه. هقفل معاكم بس من اهي يا جماعه. ايه رايكم؟ بصوا لما انا حطيت دي، انا جايباها لدي الورد ده، يعني اول واحده اخترتها دي، اول واحده اخترتها دي، وبعدين جبت لها الورد ده على طول. بصوا شكلها عامل ازاي، روعه اهو. ايه رايكم يا جماعه؟ عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. ما انا حطيتها على المكتبه تحفه. جوزي مش كان عايز يشيلها من على المكتبه، قلت له لا، ده انا اعمل معاهم روتين بقى، وكل حاجه احطها قدامهم عشان هم برضه هيقولوا لي رايهم. يعني انتوا بقى هتقولي لي بقى ايه، يعني مكانها هنا مناسب، مكانها هنا مناسب عشان انتوا اخواتي، وانا باخد برضو برايكم، يعني ناخد راي بعض. افرض ان انا حطاها في مكان مش كويس، انتوا تقولوا لي بقى، يعني ايه، بتقولوا له كل واحد بقى ليه نظريه. تمام.
واحد له وجهة نظر. شفتوا بقى الجمال يا جماعة؟ جميلة جدا. واخر حاجة جبتها، هتقولي انت جايبة كله ذريات يا ام غنى. هقول لكم انا من زمان عايزة اجيب في الشقة ورد، عايزة اجيب فيها فازات، عايزة اجيب فيها حاجات. وانا اصلا رايحة العتبة ان شاء الله، هروح العتبة قريب واجيب بقى حاجات تانية، يعني ايه خلاها مفاجأة، هجيب حاجات تانية برضو بس على العيد بإذن الله. ايه رأيكم في دي بقى؟ ايه رأيكم في دي؟ ايه رأيكم في دي؟ قولوا لي بقى. بس دي نسيت اجيب لها ورد بصراحة، نسيت خالص. يعني بعد ما انا اشتريتها المفروض كنت اجيب لها ورد، نسيت. يعني نسيت خالص، يعني ما خدتش بالي. انا جايه هنا مفكره ان انا جايبه لها ورد. انا فكرت ان انا جبت لها ورد وانا ما خدتش بالي. بصوا يا جماعه، شكلها كده عامل زي الخشب بس هي مش خشب. هي شكلها عامل زي الخشب بس هي مش خشب. هي عامله زي عامله زي ايه يا ربي؟ هي نفس تحسوها صيني، عامله زي الصيني، مش عارفه، اكريليك، مش عارفه نوعها ايه بصراحه. هي كده تحسوها زي مش ازاز، زي الحاجه زي الصيني كده، اكريليك صيني، مش عارفه. ومشيتها انا مش عارفه اقول لكم الخامه بتاعتها ايه يعني. بس حاجه روعه، حاجه روعه. هي دي لو اتحطت كده بس، هي لو اتحطت كده بس هتدي منظر، لو اتحطت بس كده هتدي منظر. بس انا هجيب لها ورد برضه، هحاول اشوف لها ورد يليق عليها وكده واجيب لها. هروح تاني يعني، هروح تاني. اللي عايز بقى عنوان الحاجات يعني الحاجات دي انا مش جبتها من جراند مول، انا جبتها من محل تاني خالص، يعني مش في جراند مول. تمام. بعد ما انا لفيت في جراند مول، واحنا طبعا جراند مول انا كنت هجيب منها حاجات بس لقيت الاسعار مش مناسبه ليا، يعني مش مناسبه ليا. هي ممكن تكون مناسبه ليكم، ممكن الاسعار في جراند مول مناسبه ليكم ومناسبه يعني لاي حد عايز يجيب. بس في حاجات انا مش عايزاها دلوقتي، في حاجات مهمه وفي حاجات مش مهمه. في حاجات عندي بالنسبه لي كده مهمه ان انا اجيبها، وفي حاجات مش مهمه. يلا بينا. لو عجبك الفيديو بقى حطي لي لايك حلو منك، واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس. كل ما تفعلي زر الجرس كل ما انزل فيديو هيوصلك اشعار بيه وتشوفيه. فعلي زر الجرس وكل ما انزل فيديو هيوصلك اشعار وتشوفي الفيديو لو انت فعلتي زر الجرس. ولو مش حطيتي لايك حطي لي لايك حلو زي كده، ومش تنسيني باللايك، مش تنسيني اللايك. يلا باي باي يا حبايبي، في رعاية الله، في فيديو جديد ان شاء الله. يلا باي.